يعني حقول كلمة بس بعتقد بكل خلية بجسمي وكل قطرة بدمي مؤمن بها. مستحيل ومليار مستحيل أن تعصيه وتربح أو أن تطيعه وتخسر، لكن لازم يكون في مسافة بين المعصية وعقابها والطاعة وثوابها. ليش؟ لو ما في مسافة الناس يستقيمون خوفا فقط. الله بده منا اختيارنا، ما بده منا قهرنا. يعني الله عز وجل حياتنا بيده، ورزقنا بيده، والسعادة بيده، والشقاء بيده، والغنى بيده، والفقر بيده، ومع ذلك ما قبل أن نعبده إكراها. قال لا إكراه في الدين، ما قبل إكراه. أراد أن نعبده باختيارنا، أن نعبده بإقبالنا، أن نعبده بمودتنا. الله يفتح لك. أراد حبنا، ما أراد قهرنا. سبحان الله. شيخنا الكريم في قوله تعالى في الآية 4 إن سعيكم لشتى، ما المراد؟ يعني هلأ أنت خذ 1000 واحد ماشيين بالطريق، هاد رايح يداوم، هاد رايح يرتكب جريمة، هاد رايح يرتكب فاحشة، هاد رايح يعمر جامع. إن سعيكم لشتى. في 8 مليارات إنسان، كل واحد ماشي لهدف. سبحان الله. 8 مليارات، والله يعلم سرائرهم جميعا. 8 مليارات إنسان تتحرك، واحد ليقصف، واحد ليرتكب معصية، واحد ليلقي محاضرة، واحد ليصلي. طائرة وقعت رايحة على الخليج، ماتوا كلهم، بس كل واحد مات على نيته. هذا رايح يلقي محاضرة دينية، هذا رايح يرتكب فاحشة ببلاد الشرق الأوسط. سبحان الله. كل واحد بيموت على نيته. الله يفتح لكم سيدنا. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. نبدأ حلقتنا وعنوانها وصدق بالحسنى بمطلع الآيات الكريمة في قول الخالق عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نبدأ بتفسير الآيات. سيدنا. الحسنى هي الجنة. الحسنى الجنة. أبدا، الحسنى هي الجنة بآيات كثيرة جدا. نعم. الآية تقول والليل إذا يغشى. نعم. والنهار إذا تجلى، إشارة للزمن. لولا الليل والنهار ما في زمن. سبحان الله. الليل والنهار يحقق الزمن، والإنسان في أدق تعريفاته عند الإمام الجليل الحسن البصري 1 أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ولأنه زمن، أو لأن أثمن ما يملكه هو الزمن، أقسم الله له بمطلق الزمن، فقال له والعصر، وهو القسم. لكن الناس يختلفون، العلماء. الله لا يقسم، لأنه القسم بعظيم، هو أعظم العظماء. قالوا هي واو لفت النظر، إما لفت نظر، أما القسم بالله عز وجل عليه إشكال. الإنسان يقسم بعظيم، الله هو العظيم. نعم. لفت نظرنا إلى أنك زمن أيها الإنسان، ولأنك زمن، الزمن ينتهي، فلا بد من مغادرة الدنيا. غني، قوي، يعني صحيح، مريض، موصول، مقطوع، لا بد من موت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. سيدي، بشكل واقعي، بيت قد يكون 500 متر، وأساس فخم جدا، وسريات، وسجاد إيراني، ودخل كبير، وسيارتين 3، وبيت على البحر، وبيت بالجبل، وبيت بالعاصمة، وسهرات ولقاءات وولائم،
ومناسف سيدي، ونحن بالأردن لأنه كل هذا التمتع ينتهي بوقف القلب. هي مغامرة كبيرة جدا. إما خثرة بالدماغ، انتهى موت فجأة، أو فشل كلوي، الحياة لا تطاق بعد منها. في 10-12 مرض، شيء لا يصدق، تجعل الحياة جحيم لا يطاق. الغنى والبيوت والمركبات والسياحة والسفر واللقاءات والولائم والمواقف تنتهي بوقف القلب. معقول إنسان يغامر المغامرة الشديدة؟ ماذا بعد الموت؟ بعد الموت في برزخ، بعد الموت في جنة أو نار. فهو الذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. يا ترى أنا متأكد للجنة رايح، دخلي حلال، انفاقي حلال، سهراتي حلال، كسبي حلال، علاقاتي حلال، في عندي مادة مسرطنة بمعملي الغذائي، مسمح لي 3 حط 3%. فالإنسان يتفكر لك بسلوكه، لك تعد للمليار في موت. أعرف شخص والله يعني تقريبا بالشام، البيت 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين، حق بيته 180 مليون، أنا فايت له البيت، شيء لا يوصف. يعني قسم شرقي قسم غربي، بعرف تفاصيل عن حياته. العقل إنه هو والد صديقي ما بيصدق، تجي حرامات من فرنسا موهير ما لا وزن، شحن جوي، توفي. كونه والد صديقي أنا حضرت الجنازة، اشتروا قبر، فتحوا القبر، مياه سوداء الله وكيلك، في مجارير فلتاني على القبر، وما في حل تاني. أنا جمعة ما أكل، هذا اللي عايش حياة العقل ما بيصدقها. هون مصيره. طب اسمح لي شيخنا، ما هي الرسالة من وجود هذا الماء في القبر؟ كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. في علاقة ما بترضي الله بحياتي، في كسب ما بيرضي الله، في لقاء ما بيرضي الله، في شاشة ما بترضي الله، في سفرة ما بترضي الله. هون البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. بطولتك، ذكائك، عقلك، نجاحك، فلاحك، تفوقك بطاعة الله. الدليل إذا كان طفل صغير بالعيد أعطاه عمه 50 دينار، والعم الثاني 50، وخاله 50 مثلا، وخاله الثاني 50، وقام قال الطفل اللي عمره شيء 6-7 سنوات أنا معي مبلغ عظيم عظيم من طفل، يعني 200 دينار. تمام. وإذا قال عضو البنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما 200 مليار. تمام. الثالثة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من طفل 200، من مسؤول كبير 2 من خالق الأكوان، وكان فضل الله عليك عظيما. في آيات فيها كلمة عظيم للعذاب، سبحان الله. عذاب أليم، عذاب عظيم، في عذاب عظيم. إذا العظيم قال عظيم، ما المعنى في هذه الآية؟ بدك تعد للمليار قبل أن تعصي الله، للمليار مو لل100. شو معناها سيدنا وكان فضل الله عليك عظيما؟ يعني أبد سيدي، أنت بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معلش سيدي، نحن هون بهالصالة، بهالغرفة هي استوديو، واحد هون وأصفار للحائط الثاني، كل ميلي 0. شو الرقم هذا؟
واحد هون نعم. أصفار لهنيك. لا، من الأرض للشمس 156 مليون كيلومتر. 156 مليون كيلومتر، وكل ميل لي صفر. شو الرقم؟ دقيق. ضعه صورة وبالمخرج لا نهاية، صفر. أكبر رقم بتصوروا إذا نسب للا نهاية صفر. أنت مخلوق للا نهاية في جنة عرضها السماوات والأرض إلى ما شاء الله. ممكن ضيع الجنة بكم سنة بأخطاء، بعلاقات ما بترضي الله، بكسب مال حرام، بعلاقة حرام، بشاشة حرام. إذن من يدرك ويفهم هذه المعاني تتغير والله بيعد حياته. للمليون قبل أن يعصي الله، للمليون بيعده. الله يفتح عليك. ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله. نعم. هذا جزء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن من على الإنسان بعظيم النعم. أبدا. طيب سيدنا، في تفسير الآيات مجال حلقتنا لهذا اليوم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي تعاقب الزمن. لك الوقت يعني. نعم. لأنه أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن. نعم. قال لك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، يعني الإنسان خاسر لا محالة. مضي الزمن وحده يستهلكه، غني فقير قوي ضعيف صحيح مريض يموت، إلا سماها الإمام الشافعي كليات النجاة، علامات النجاة. أنا عندي 4 حالات للنجاة. أنا خاسر لا محالة، نعم. لأن مضي الزمن يستهلكني، نعم. بس عندي 4 مجالات للنجاة. واحدة، الذين آمنوا، يعني عرفوا الله معرفة حقيقية. ما الفرق بين معرفة شكلية وحقيقية؟ المعرفة التي تحملك على طاعته حقيقية. وإذا البيت ما في انضباط، الشاشة غير منضبطة، الدخل غير منضبط، العلاقات غير منضبطة، السهرات غير منضبطة، هي معرفة شكلية لا تقدم ولا تؤخر. بمعنى شيخنا، إذا الإنسان عرف الله فتغير سلوكه كانت المعرفة حقيقية وهي ناجحة. نعم. وإلا لا جدوى منها، لم تكن المعرفة أبدا مطلوبة منها بهذه الطريقة. وأي إنسان متفلت بيحكي بالدين كمان. الحكي سهل، التطبيق مو سهل. يعني يجب أن تكون المعرفة الحقيقية ملازم لها أبداً. التطبيق العملي. الذين آمنوا، نعم. يعني عرف الله، عرف أنه هو الخالق، وعرف ربوبيته، وعرف أنه هو مسير. نعم. والحياة بيده، والموت بيده، والسعادة بيده، والشقاء بيده، والدخل بيده، والغنى بيده، والفقر بيده، والصحة بيده، والمرض بيده، والوفاق الزوجي بيده، والأولاد بيده، والأقوياء بيده. بس تعرف إليه يرجع الأمر. شو هي الأمر؟ هي شو هي؟ في عنا العهد. زارنا فلان ثم أعطانا، فاعل أعطانا فلان. نعم. هذا محدود. أما الأمر الجنس، عندك العهد ولا التعريف، الجنس. لأن الإنسان يعني أي إنسان في أي مكان وزمان في ال5 قارات من آدم ليوم القيامة، جنس الإنسان. واضحة تمام؟ نعم. أي إنسان بأي مكان بأي زمان بال5 قارات من آدم ليوم القيامة، إليه يرجع الأمر. الأمر الكبير والصغير، أمر الرزق، أمر الصحة، حط مليون كلمة بعد منها. بدان في الجنس إليه يرجع الأمر، ما بكفي توكيد كله. فاعبده متى أمرك أن تعبده، بعد أن طمأنك. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا الدين كله سيدي. سبحان الله. أطعه وتوكل عليه، ونعم الرحمن. نعم. الله يفتح لكم. طيب شيخنا الحبيب، ذكرتم أن علامات النجاة هي 4. نعم. بدأتم بالأولى. نعم. الإيمان. الإيمان. نعم.
آمن واتقى. لدي أشلون الآية أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اتقى أعطى. شوف نعم. دول بدنا نضطر اعكسهم. نعم. لأنه صدق بالحسنى وهي الجنة للذين أحسنوا الحسنى. الجنة الحسنى في القرآن هي الجنة، والدليل للذين أحسنوا الحسنى. الحسنى هي الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هو صدق بالحسنى، فلما صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله، سبحان الله، ثم بنى حياته على العطاء. عطاء. نعيدها شيخنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هي الترتيب معكوس لحكمة بالغة. نعم. لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله، فأصبحت حياته عطاء، ثم بنى حياته على العطاء. يا الله. لذلك على رأس الهرم البشري 8 مليارات الآن في زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج: ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إذا كان أن تعطي من أتباع الأنبياء ورب الكعبة، أن تأخذ من أتباع الأقوياء. لكن فطرة الإنسان شيخنا أنه يحصل المال ويأخذ ما يحتاج. الفطرة سيدي، الفطرة ابتدائية، في صبغة بعد منها. الفطرة يعني أنت بتحب تأكل، نعم. بتحب تشرب. يعني مثلا فت للبيت الساعة 1 بالليل، قالت لك الأم الكريمة: لازمني هالدواء يا ابني، الله يرضى عليك، مضطرة كتير له. أنت هلأ تعبان، كله مسكر هلأ، مظبوط. لكن تعرف في كم وحدة مناوبة بالليل ومعك سيارة، قلت لك كله مسكر، ما بتنام مرتاح. هي الفطرة، ضميرك يؤنبك، ما بتنام مرتاح. نعم. رحت ولحكمة بالغة الدواء ما لقيته بالخمس صيادلة، ترجع بتنام مرتاح. بالحالتين الأم الدواء ما أخذته. بس مرة أنت بذلت جهد، مرة ما بذلت. هي الفطرة. شو دليلها؟ فأقم وجهك في الدين حنيفا. إقامة الدين هكذا فطرت عليه. أي أمر أمرت به فطرت على محبته، وأي أمر نهيت عنه فطرت على كراهيته. والدليل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأنت لما بتعمل عمل غلط بتتضايق. هذه الفطرة. هي الفطرة. هي لواحد كافر، لكن ولا مؤمن، لكل واحد. الإنسان الفطرة أن ترتاح للعمل الطيب. لكن من سار في المعاصي ولم يتب قد تتشوه فطرته شيخنا مع الزمن. اسمه انطماس الفطرة. سبحان الله. بتمنى المعصية دائما، بعد حين تنطمس فطرته. الله يفتح لكم يا رب. إذن فطرة الإنسان أن يعطي وأن يأخذ مقدار حاجياته، لكن حياته مبنية على العطاء. ما أمرت أمرا إلهيا إلا جبلت. نعم. أو فطرت أو ولفت أو برمجت على محبته. 4 كلمات: على محبته. والدليل: وحبب. الآية معروفة. الله يفتح لكم. وكل شيء نهاك الله عنه فطرت على كراهيته. دكتور عندنا بالجامعة من كبار علماء النفس، قعد 5 تقريبا، قالنا في كآبة بالعالم الغربي 152 بالضبط. سألناه مرة، أنا معي تربية، دكتورة بتربية، قال لأنه 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين. يا لطيف. كآبتين، بس تعصي الله معك كآبة. والعياذ بالله. الله يفتح عليكم. إيمان ما في إيمان، ملحد معه كآبة. الله المستعان. الحمد لله على نعمة الإسلام. شيخنا نستأذنكم مستمعين الكرام، نقف إلى فاصل قصير، نعود بعد ذلك مستمعينا الأكارم بمواصلة حلقتنا لهذا اليوم، وعنوانها صدق بالحسنى، فابقوا بالقرب.
شيخنا الفاضل، كنتم قبل الفاصل تسيرون في تفسير الآيات الكريمة أن الليل والنهار هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى في تعاقبهما ليدور الزمن. تفيد الزمن والإنسان زمن. نعم. والآية الثالثة شيخنا: وما خلق الذكر والأنثى، أقسم الله بخلق الإنسان لعظم شأنه لأنه قبل حمل الأمانة. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول. ما هي الأمانة دكتور؟ أن يتسلم إدارة ذاته. الله أكبر. إدارة ذاته. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن تستلم إدارة ذاتك هي الأمانة. سبحان الله. أما أنت مخير تماما، أما المخلوقات كلها غير مخيرة، مسيرة. الله يفتح عليكم. في نبات، في حيوان، أما الإنسان مخير. هو الوحيد. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. الله يفتح عليكم. يا فوق الملائكة يا دون أحقر حيوان. نسأل الله أن يزكي أنفسنا وأن يصلح أحوالنا. شيخنا الكريم، في قوله تعالى في الآية 4: إن سعيكم لشتى، ما المراد؟ يعني هلأ أنت خذ 1000 واحد ماشيين بالطريق، هاد رايح يداوم، هاد رايح يرتكب جريمة، هاد رايح يرتكب فاحشة، هاد رايح يعمر جامع. إن سعيكم لشتى. في 8 مليارات إنسان، كل واحد ماشي لهدف. سبحان الله. 8 مليارات، والله يعلم سرائرهم جميعا. 8 مليارات إنسان تتحرك، واحد ليقصف، واحد ليرتكب معصية، واحد ليلقي محاضرة، واحد ليصلي. طائرة وقعت رايحة على الخليج، ماتوا كلهم، بس كل واحد مات على نيته. هذا رايح يلقي محاضرة دينية، هذا رايح يرتكب فاحشة ببلاد الشرق الأوسط. سبحان الله. كل واحد بيموت على نيته. الله يفتح عليكم. نعم. سيدنا. طيب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ذكرتم قبل الفاصل أن الحسنى هي الجنة. الجنة دليلة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سبحان الله. الزيادة النظر لوجه الله الكريم، أعلى شيء. أن ينظر الإنسان لوجه الله، يعني يغيب في نشوة النظر 50 مليون عام. الله. نشوة النظر فقط. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الرد الإلهي شو رد؟ فسنيسره لليسرى. يوفق بزوجته، بأولاده، ببناته، بمكانته، بصحته، بسعادته. حد اذكر ما تشاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسر حياته كلها ميسرة. شيء لا يصدق سيدي. لكن لابد من ابتلاءها. الابتلاء غير العقاب. نعم. أنا هذا كان سؤالي. أوذيت في الله، النبي قال صلى الله عليه وسلم: وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي 30 يوما إلا ما يوريه إبط بلال. فالابتلاء غير العقاب، والله عز وجل يلقي في روعنا أن هذا ابتلاء فقط. كيف عفوا، لو كان الحياة كلها إيجابيات لا تمتحن. أنت تمتحن بالمنع مو بالعطاء. تمتحن أخذت موقف حازم يرضي الله من جهة قوية، أم حطك بالسجن مثلا. هذا ابتلاء. هذا نعم. ما نافقت أنت نجحت بالابتلاء. فلذلك الابتلاء هو الامتحان. نحن بنفهمه فهم سلبي دائما، احنا كعوام سلبي. لا، هو امتحان حيادي. سيدنا يوسف ابتلي بامرأة العزيز بس ما رسب، نجح. قال معاذ الله. ابتلي فنجح. في ابتلاء مع نجاح، ابتلاء مع عدم نجاح. طيب شيخنا، كيف نوفق بالفهم يعني ابتليت بدخل محدود،
أبط رشوة، نعم. سقطت بالامتحان. نعم. صح. كيف نوفق بالفهم شيخنا بين هذه الآية فسنيسره لليسرى لا وبين كما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذيت في الله يعني؟ لا يمكن. إذا أنت لا سمح الله ولا قدر إنسان ضرب ابنه بتم ساكت الأب لأنك أخذت 0 بالرياضيات، لازم يلقي في روعك الله عز وجل هي مشان هي. يعني واحد بده يدهن بيته، لا بعرفه الشخص عليه زكاة قصة من شي 20 سنة، حوالي 14,500. زوجته ضغطت عليه ضغط شديد، اندهن البيت، عوض الزكاة يطلي البيت، يبدو استجاب لضغطه وطلع البيت. بعد عدة أشهر عمل حادث، قال لي والله 12,500 كلفة السيارة. نفس الرقم رسالة من الله عز وجل. يعني حول كلمة بس بعتقد بكل خلية بجسمي وكل قطرة بدمي أؤمن بها، مستحيل ومليار مستحيل أن تعصيه وتربح أو أن تطيعه وتخسر، لكن لازم يكون في مسافة بين المعصية وعقابها والطاعة وثوابها. ليش؟ لو ما في مسافة الناس يستقيمون خوفا فقط. الله بده منا اختيارنا، ما بده منا قهرنا. يعني الله عز وجل حياتنا بيده ورزقنا بيده والسعادة بيده والشقاء بيده والغنى بيده والفقر بيده، ومع ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، قال لا إكراها في الدين. ما قبل إكراها، أراد أن نعبده باختيارنا، أن نعبده بإقبالنا، أن نعبده بمودتنا. الله يفتح لك. أراد حبنا، ما أراد قهرنا. سبحان الله. اسمح لي أنا أول مستمعين الكرام شيخنا الراغبين بالمشاركة معنا في موضوعنا وصدق بالحسنى، مرحبا بكم بالاتصال الهاتفي على 06516 4020 06516 5020، ولمشاركاتكم من خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 009626 ومن ثم الرقم 516 4020 في موضوعنا وصدق بالحسنى. إذن شيخنا الأصل لكل إنسان صدق بالحسنى وسار عليها أن تكون نتيجته فسنيسره لليسرى، إلا أن لله بقى اليسرى واسعة كتير، امتحانات، زواجه ميسر. الله الطيبون للطيبات، يعني بيسر له امرأة صالحة مثله. هذه القاعدة أبدا هي الأصل. إذا مر عليه ابتلاء، الاستثناءات ابتلاء بصير، إما كما تفضلتم عقاب لمعصية فعلها، نعم، أو امتحان من الله والله يلقي في قلبه أنه راض عنه، نعم، فلا نعم. يشعر بأن هذا الامتحان غضب أو عقوبة. والبطولة لا ألا تبتلى بل أن تنجح في الابتلاء، في الصبر عليه. الله يفتح لكم شيخنا، الله يفتح لكم، كلام طيب وجميل. طيب سيدنا سنشرك مستمعين الأكارم معنا في هذا الحوار على هواتف الإذاعة 06516 4020 06516 5020 برجاء أن تقتصر مشاركات على عنوان الحلقة وصدق بالحسنى. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتورنا الفاضل؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يديم عليك لباس الصحة والعافية. دكتورنا الفاضل، يعني صدق بالحسنى بما معناه أنت الآن حكيت البطولة أن يعني ننجح بالابتلاء، بالابتعاد، ننجح يعني الابتعاد عن المعاصي والآثام، المعاصي بما معناه. لكن هل في، أنت حكيت الآن مسافة بين يعني العقوبة والأجر والثواب، شو مقصود المسافة؟ لك شلون؟ لو قلنا كل واحد نظر إلى شيء ما بيرضي الله بيفقد بصره، الكل بيستقيم. شو دليله؟ ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، هي هداية قسرية. يعني إذا واحد رفع لا سمح الله مسدس قال لك أعطيني الخبزات كله، تعطيها هون، بتحس حالك أنت عملت عمل صالح؟ لا، أنت مقهور لأنك الله عز وجل لو لغلك اختيارك أنت ما بتسعد، لا تسعد إلا إذا كنت مختارا. إذا المقصود شيخنا هنا بالمسافة مسافة زمنية بين الذنب وبين عقابه. أبدا علّه يتوب. أنت بتطيعه لأمد غير معقول، ما في شيء جديد. نعم. وبتعصيه بأكبر الكبائر، ما في شيء، ما فيك شيء. فحص حالك القلب 80 نبضة، ممتاز، هو عم يزني، فحص حاله مثلا الضغط 12/8 ممتاز. لا،
لابد يكون بعد المعصية أمد ما في شيء مشان يتأكد الاختيار سبحان الله. وإلا يلغى الاختيار. هذا من عدل الله. أبدا أبدا، أنت مخير. عفوا، النبي الكريم دخل للبيت، في بيت بالأردن كلها ما في كاسة شاي وخبزة يابسة، ما في، مستحيل. دخل للبيت، عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. ما في شيء يأكله. هو مين؟ سيد الخلق. واحد شاف وادي كله غنم، لمن؟ هو لك. الله امتحنه بالفقر والغنى سوا، صلى الله عليه وسلم، وبالقوة والضعف وبالصحة والمرض. امتحنوا بكل صفة بحديها القاسيين، بالكل امتحنوا. واضحة تمام؟ واضحة سيد، الله يفتح عليك. الابتلاء علة وجودنا الدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. علة وجودنا الابتلاء، والابتلاء لا يعني سلبا. امتحان حيادي. هلا أنا واحد امتحن أم نجح، الامتحان مو يعني رسوب، امتحان حيادي، فأصبح الامتحان خيرا عليه. خيرا لك. واحد امتحن أم رسب. وكما تفضلتم المؤمن لن يعني يعفى من الامتحان، لكن البطولة فكرة مهمة جدا. الله عز وجل وزع الحظوظ. المال حظ، والصحة حظ، والزوجة الممتازة معمول ممتازة، قد تكون سيئة بس جميلة يعني حظ، والأولاد حظ، والمركبة حظ، والعمل حظ. وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء لا عطاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. يعني 2 عاشوا 60 سنة بالضبط، واحد امتحن بالفقر، دخل محدود، أسعار مرتفعة، قام صبر وما شكى لأحد. من شكى إلى الله، من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، ومن اشتكى إلى غير المؤمن فكأنما اشتكى على الله. والعياذ بالله. ما اشتكى، وضبط دخله وضبط انفاقه وربى أولاده. والثاني امتحن بالغنى، انفسق وزنى، وعاشوا 62 سنة. فنحن الحظوظ موزعة في الدنيا، الغنى والجمال وكل شيء، توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء إلى أبد الآبدين. من هو العاقل؟ أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. الله يفتح عليك. أعقل إنسان بالأرض بطيع الله. الله يفتح عليك سيدنا. معنا سلام باتصال جديد، تفضلي يا أختي. سلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أشكر الدكتور النابلسي وأسلم عليه. الصراحة ما عندي أي سؤال، بس إنه بدي دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. شرف إلي كبير إني أتكلم معك مع حضرتك. إيه؟ وأنا أقل من إني أحكي مع حضرتك يا دكتور. أستغفر الله. اسمعي الحديث، إيش بشارة إليك. أول من يمسك بحلق الجنة أنا رسول الله. أول إنسان بيمسك بحلق الجنة رسول الله. بقى اسمعي لك مالي. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، صلى الله عليه وسلم، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة. حديث طويل بس أهم في شيء، ربت أولادها. لما بتربي أولادك أنت سترافقين رسول الله بدخول الجنة. الله يفتح عليكم شيخ. دكتور بس أنا بدي أحكي إنه الحمد لله إنه وجودك في حياتنا، ونسمع لكلامك إنه أنت داعية رباني. الله يبارك فيك. وكل كلامك يعني نشوف في حياتنا وعن جد يعني. الله يبارك فيك. وأشكرك والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لاتصالك أختي سلام. سوف نقف شيخنا الكريم مستمعينا إلى فاصل قصير، بعدها نعود بحول الله تعالى. الكريم في حديثنا وفي حلقتنا وصدق بالحسنى، في تتمة الآيات يقول الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، يعني عكس المعنى. العكس في مطلع الآية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وكذب، هيك صدق، هون كذب.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عقابه فسنيسره للعسرى. حياته فيها عسر، ما في سعادة زوجية، توفيق بعمله ما في إفلاس كتير، حوادث سير. مع أنه ممكن يكون غني شيخنا، يعني بعض غير المؤمنين ما له علاقة بالغنى والفقر. فهي الآية من أدق الآيات. وأما من بخل واستغنى، لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله، ولما استغنى عن طاعة الله بنى حياته على الأخذ. الأنبياء أعطوا، الأقوياء أخذوا. الأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء الرقاب. الله يفتح عليكم شيخنا. طيب سيدنا، في الدقيقة الأخيرة المتبقية معنا، كيف لي كمستمع أن أكون ممن قال فيهم الله عز وجل وصدق بالحسنى؟ ماذا أفعل؟ أن تطبق ما تعلم فقط. عفوا، إذا واحد قاعد بغرفة مظلمة ورطبة وقال إنها يا لها من شمس ساطعة، يا لها من شمس مشرقة، يا لها من شمس شافية، بتم مريض. قد ما حكى وقد ما تفلسف وقد ما بالغ وقد ما خطب، إذا ما طبقت المنهج لا تقطف ثماره. من الآخر سيدي، بتطبق بتلاقي شيء، بدون تطبيق عفوا لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. هذا كلام النبي سيدي، مو من عنده، من وحي. هذا نحن مليارين مسلم، ليست كلمتنا هي العليا بالعالم كله، و5 عواصم محتلة، عنا مآسي لا يعلمها إلا الله. وينها؟ قرآن هذا سيدي، كلام خالق الأكوان. في تقصير كتير، بس مثل ما حكينا، بدان في معصية خلاص في حجاب عن الله. أكبر عقاب للإنسان المؤمن سيدي، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والعياذ بالله. سارة مختلطة، نساء كاسيات عاريات، ونحن مسلمين سنة كمان. الله يفتح لكم سيدنا ويكرمكم. نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله تعالى القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.